خبير الميكانيك مقدم لكم من طرف ميكانو المغرب وأفريقيا. خوتي الحريفية، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الجواب للسؤال اللي طرحوا علينا السينوفل من مدينة الرباط. السؤال تيقول: عندي سيارة في المحل ديالي ليسانس فرنسية الصنع، محرك 2 لتر، موديل 2007. المشكل ديالها كديماري نورمال، لكن كتسكت إلا كسيريتها بها، وفي الموار ديفو طالع ليا كوموند موتور ديسفونكسيونمون. خويا نوفل، خاصك تعرف باش يكون عندك احتراق محرك اللي كيخدم بليسانس، راه خاص توفر عندك 3 ديال العوامل. العامل الاول هو لا كومبريسيون، والعامل الثاني هي لا كاربيراسيون، يعني الدوزاج ديال لير مع ليسونس، والعامل الثالث هو لاليماج. بالنسبه للعامل الاول يعني لا كومبريسيون، الا كان فيه مشكل فالموتور ما غاديش يديماري في حال بارد، وفي حال سخون غادي على الاقل يكون عندك روتار في الديماراج. ندوزو دابا للعامل الثاني يعني لا كاربيراسيون ولا الدوزاج ديال لير مع ليسونس. الا كان فيه مشكل فالموتور غادي يسكت بشكل تدريجي، ماشي يجي يقطع بحال الحاله اللي عندك دابا ندوزو نشوفو العامل الثالث يعني لاليماج. خويا نوفل، خاص تعرف ان السيستم داليماج اللي عندك هنا هو سيستم داليماج انتغرال ستاتيك انديفيديال. هذا السيستم فيه دي بوبين اللي كيحولوا 12 فولت ديال لا باتري لانطونسيون ديال 30,000 فولت. بعد ما كتجي الاشاره من عند الكالكيلاتور باش تكون عندنا شراره مزيانه باش نحرقوا الميلونج ديال لير مع ليسونس بشكل جيد. المشكل ديال هاد لي بوبين هو الفويت ديال الهوت طونسيون، بحيث ممكن لهاد التوتر العالي انه يمشي لاقرب ماس او يرجع للكالكيلاتور، وهذا سبب اللي غادي يسكت الموتور ويعطيك مشكل ديال كوموند موتور ديسفونكسيونمون. كنتو مع خبير الميكانيك قدم لكم من طرف ميكانو المغرب وأفريقيا.